ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم المملوكة لميريام أديلسون، وهي المليارديرة الشهيرة من أكبر الداعمين لإسرائيل، وهي التي حضرت خطاب الكنيست الذي ألقاه الرئيس ترامب قبل توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. ذكرت هذه الصحيفة أن كل من العربية السعودية والإمارات منزعجتان من كون أن ترامب أبدى بعض التسامح وبعض اللين في معاملته مع حماس، وأنه إلى حدود الساعة لم يقم بنزع سلاح المقاومة. وهذا طبعا في نظر الدولتين هو قد يهدد ويقوض خطة السلام التي أعلنها ترامب. وقالوا بأنهم قد وهددوا يعني بالانسحاب من هذه الخطة، وأنهما لن يشاركا في إعادة إعمار غزة، لأن ما أبداه من لين في ترامب في تعامله مع حماس يزعجهما كثيرا، وخاصة تعامل حماس مع ياسر أبو شباب، وهو زعيم المجموعة التي كانت تساعد إسرائيل في حربها ضد حماس إبان حرب السنتين. وتذكر الصحيفة أيضا أن العربية السعودية والإمارات قد قدمتا يعني مذكرة من أجل الاحتجاج رسميا لدى ترامب لكل من ويتكوف وزير الخارجية الإسرائيلي وأيضا كوشنر. وهذا ما دفع ترامب إلى أن يدلي بتصريحات فيها نوع من الندية ونوع من القوة تجاه حماس مؤخرا. وكان ترامب في تصريح سابق قد ذكر أن حماس لابد أن تستعمل شيئا من القوة من أجل إعادة الأمن إلى القطاع. ثم في تصريح آخر يعني هدد بأنه سيتدخل بقوة لنزع سلاح المقاومة. ربما قد يكون تهديد هاتين الدولتين العربيتين هو سبب من الأسباب التي جعلته يغير موقفه تجاه تصريحه الأول.